الاخبار يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من The British English وسلسله ازاي تتعلم البريتش انجلش من الافلام والمسلسلات. طبعا لسه مستني الكومنتس بتاعتكم في اقتراحات افلام جديده ومسلسلات جديده نعمل عليها الفيديوهات اللي جايه. النهارده هنتعلم مع بعضينا مشاهد جديده من مسلسل جديد، وهنبدا نتعلم البريتش انجلش من مسلسل شارلوك. تابع معانا الفيديو ده للاخر، متنساش تعمل سبسكرايب وتسيب لي كومنتس باستفدت قد ايه من الفيديو، وايه المسلسل الجديد اللي ممكن نتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. ويلا بينا. John Watson. Stamford. Mike Stamford, we were bots together. 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 طبعا لازم تاخد بالك من كلمة ستانفورد، لأنه هو شال الار بس ما قالش مثلا ستانفورد، فاهم؟ عشان انت ممكن تكون لسه مبتدئ في البريتش اكسنت، فلما تيجي تشيل الار بتشيلها وخلاص. الار لما بتتشال بتبدل بحاجة اسمها شوا ساوند، والشوا ساوند هو ساوند، فبتقول ستانفورد. ستانفورد زي مثلا برضو كلمة اوكسفورد. بعد كده قال له we were bots together. we were bots together. طبعا هو قالها بسرعة جدا جدا، بس لو جينا قسمناها we were bots together. خد بالك من كلمة bots، ما تقولش بارتس، لا bots. bots على طول، التي خفيفة جدا. we were at bots together. ستانفورد we were at bots together. طبعا هنا هو بيقولوا we're bots together، ده معناها ان هما كانوا تقريبا مع بعض في كلية الطب، فهو بيفكروا بنفسه يعني، فهو بيقول له ان انا اسمي ستانفورد و we're bots together، ان احنا كنا مع بعضينا في كلية الطب. طبعا bots دي معناها اللي هي كلية الطب او كلية الاسنان، بس في انجلند. I heard you were abroad somewhere getting shot at. What happened? I heard you were abroad somewhere you're getting shot at. What happened? طبعا بسرعة جدا قال I heard you were abroad somewhere getting shot at. What happened? طبعا انا بيقول له انا سمعت ان انت كنت بره وضرب عليك نار، فبيقول له ايه اللي حصل؟ ف I heard you were abroad somewhere getting shot at. What happened? كلمة abroad يعني بره. Getting shot يعني اتضرب عليك نار. Getting shot at. I heard you were abroad somewhere getting shot at. What happened? ممكن تاخد بالك من كلمة getting shot، تقول مثلا واحدة glottal والتانية treat، يعني مثلا تقول getting shot، تقولش مثلا getting shot عشان تبقى أسرع معاك. I can't afford London on an army pension. 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 طبعا خد بالك من كلمة can't هنا، في البريتش انجلش بيقولوها can't، ما بيقولوش can't. I can't afford London on an army pension، يعني ما اقدرش اعيش في لندن بالمعاش اللي بيجيله من الجيش، فقال I can't afford London on an army pension. On an army pension. pension معاش، ما تقولش on an، قول on an. I can't afford London on an army pension. What about you? Just staying in town till you get yourself sorted? What about you just staying in town till you get yourself sorted? What about you just staying in town till you get yourself sorted? What about you staying in town till you get yourself sorted? طبعا انا بيقول له وانت بقى ايه الاخبار عندك؟ انت قاعد في المدينه لحد ما تقدر تاخد بالك من نفسك ومشاكلك وهكذا، فقال له till you get yourself sorted. get yourself sorted ان انت تاخد بالك من المشاكل اللي عندك او في حياتك عامه. طبعا ما تقولش yourself، قول yourself. get yourself sorted. وطبعا كلمه what about you قالها بسرعه جدا، قال what about you. what about you. وبس كده، اتمنى تكون استفدت حاجه جديده من الفيديو دوت. ما تنساش تعمل كومنت باسم المسلسل او الفيلم اللي لازم نعمل عليه الفيديو الجاي، واعمل سبسكرايب ولايك، واشوفكم في فيديو جديد.